ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ هنبدأ دلوقتي. أولا كده في البداية السيشن بتاعت النهاردة عن ازاي تعمل فيديو بالاي اي. تمام. تمام. 70% دلوقتي من الشركات زي ما قلنا بتستخدم اللي هو الاي اي جنريشن او الذكاء الاصطناعي التوليدي. ممكن نقول من الأول اللي احنا اتكلمنا فيه ان احنا المجال ده متسارع جدا، ودلوقتي على مواقع زي مستقل وكده ومواقع زي اب وورك لو تسمعوا عنها، مواقع العمل الحر بشكل عام. دلوقتي بيطلب كتير جدا ان انت تعمل فيديوز بالاي اي، انت تساعد حد ديزاينر في حاجات معينه، ان انت تساعد مكان معين ان هو يعمل اعلان ليه. هتلاقي الحاجات دي كتيره جدا سواء على مستقل او ابورك او مواقع العمل الحر بشكل عام، بس دول اكتر حاجه يعني. آه، احنا ممكن دلوقتي نبحث عن نوت بوك اللام. هنضغط هنا، هتظهر نوت بوك اللام بالشكل ده. ده الموقع بتاع نوت بوك اللام. وطبعا حضراتكم سمعتوا نوت بوك الام دي عامله زي العقل المقفول زي ما قلنا، ويعني انا بحب التشبيه ده قوي. هو انت بتحط له الداتا اللي موجوده معاك، سواء اي حاجه عامه يعني. تمام. وهو بيعتمد على الداتا دي بس ما بيطلعش بره الكلام الرائع ده. تمام. بعد ما تسجل بيظهر عندك الواجهه الرئيسيه بالشكل ده. بيبقى موجود عندك هنا بروجكتس قديمه وكده اللي عملتها، تقدر ترجع لها وتدخل عليها في اي وقت يعني. تمام. هنا بتقدر تقاد اللي هو المصادر بتاعتك. وزي ما اتفقنا في 50 مصدر، وتقدر آه تعمل اللي هو اد لمصادر مختلفة زي الملفات والويب سايتس ودرايف واللي هو اي كلام يعني موجود معاك. تمام، حلو جدا. هنا موجود معاك بقى الاستوديو وكده. انا حبيت بس اجيب لكم ده عشان اختصر عليكم الوقت، عشان ندخل في حاجات تانية، عشان الوقت النهارده ضيق جدا بالنسبة لي يعني. عموما يعني هتلاقي اللي هو عندك هنا في الاستوديو حاجات كتيرة قوي. اللي يخصنا النهاردة هو الفيديوز أو الفيديوهات. تمام. الفيديوهات هنا تقدر تعمل فيها حاجات كتيرة قوي. بص كده، تقدر تختار اللغة طبعا اللي أنت عايزها. وفي النهاردة أو الفترة اللي فاتت يعني تحديث جديد اللي هو اللغة العربية العامية المصرية. ده استفاد منه جدا، ودي الأشكال اللي أنت تقدر تحطها للفيديو أو حاجة. وهنا تقدر تحط النوت اللي أنت عايزها لو أنت عايزه يعمل حاجة معينة خلال الفيديو يعني. وهنا موجود معاك برضو اللي هو حتة الأوتو سيلكت. تمام. بس يعني هو ده المقصود من الموضوع. وتعالى نشوف الفيديو بقى، الريزلت اللي طلعت من الفيديو 15 دقيقة. عملوا فيديو 5 دقايق. احنا ممكن نشوف بس الريزلت بشكل سريع كده. دي تخيلوا معي لو عندنا مساعد شخصي خارق الاعتماد الكلي عليه ممكن يكون فخ. دوره يساعدنا هو انتوا سامعين صوت او حاجة؟ ما اعتقدش، صح؟ لا لا. تمام، اوكي. ودورنا نحن نفكر بالإجابة. ما هي النسبة الصحيحة لحلنا عالم كامل من الاحتمالات؟ والإمكانيات ما بتوقف هنا، ممكن نطلب منه يعمل لنا أسئلة هو اختصر شرحي لجيميناي على يوتيوب. تمام. في الفيديو ال5 دقايق ده من 15 دقيقة ل5 دقايق. ده الاختصار بتاعه، صراحة لذيذ عجبني، انا اتفرجت عليه يعني. انا ممكن اعمل لكم شير لللينك، تقدر تشير اللينك مع اي حد من صحابك. احنا ممكن نشيره على الجروب بتاعنا دلوقتي، تقدروا تتفرجوا عليه. تمام. ازاي؟ هتيجي هنا هتخلي اللينك لأي حد يقدر يتفرج عليه او بابليك عام يعني. وهتدوس سيف. قبل ما تدوس سيف هتدوس كوبي. تمام. بعد ما تدوس كوبي هتدوس سيف. تقدر تشير مع اي حد يعني، بس مش اكتر. ده اللي كان مطلوب من نوت بوك الليم. بس كده. حد عنده اي معضلة هنا في الحتة دي؟ الموضوع بسيط جدا هنا يعني. انت بس بتدوس هنا اللي هو على الاستوديو دي. بعد ما تضيف المصادر بتدوس بس فيديو اوفر فيو، تضغط عليه وتختار التفاصيل اللي موجودة هنا، والموضوع خلص ان شاء الله. بس مفيهوش اي معضلة خالص هنا يعني. تقدر تختار زي ما قلنا الشكل اللي انت عايزه، او تخليه هو يختار لك اللي انت عايزه، او ممكن تعدل الكلام بنفسك، او ممكن تخليه كلاسيك خالص يعني. في اوبشنز كتير قوي قدامك يعني.
حد عنده اي اسئله هنا، او في مشكله في الصوت بتاعي؟ بشرح بسرعه، في انا حاجه؟ عندي سؤال بس. اتفضل. طب انا دلوقتي عايز اعمل كونتنت مثلا على يوتيوب او كده، بس مش عايز اظهر بوشي دلوقتي، عايزها يعني عايزها جرافيك وكده. فهل ابدي نوت بوك ال ام الكلام اللي انا عايز اكتبه بالظبط، ولا ملخص ولا ايه بالظبط؟ يعني ايه احسن؟ بص، هو فكره ان انت تعمل محتوى على يوتيوب وكده، الموضوع بيعتمد على حاجات كتيره قوي. يعني ممكن لما تدي الاداه هنا محتوى معين، فهي مخصصه اكتر ان هي تلخص لك يعني حاجات كبيره وكده. انت ممكن تديها محتوى معين كده بشكل مختصر لو انت عايز تعمل فيديوهات، يعني عشان تظهر لك كل النقاط اللي انت عايز تغطيها. تمام، هتبعت لها بس حاجات ملخصة، حاجات بسيطة. زي ما قلنا هنا في إضافة المصادر وكده، تقدر هنا تحط اللي هو تكست، كلام، نصوص يعني. تمام، تحط النصوص هنا، تمام، وتعمل لها انسيرت، وتخليه يعمل لك فيديوز يعني، وشوف الريزلت هتبقى مرضية بالنسبة لك أو لأ. عشان في ناس بتكلمني بتقول لي إن هو يعني ما بيظهرش كل حاجة في الفيديو. أنا بقول لهم يعني، بشرح لهم إنه الحتة دي طبيعية جدا، لأن هو أصلا مخصص إن هو يلخص لك الفيديو. طب أنت دلوقتي فيديو 15 دقيقة، هو خلاه 5 دقايق، فطبيعي إن هو يتخطى جوانب. وأنت لو عايزه ما يتخطاش الجوانب دي، فأنت هتيجي هنا، هتكتب تحت هنا، اكتب له اللي أنت عايزه. أنا مش عايزك تتخطى النقطة الفلانية في الفلايلات اللي أنا بعتها لك. تمام، عايزك تركز على النقطة الفلانية علشان أنا يعني عايز أركز عليها، بس مش أكتر. الموضوع يرجع ليك يعني. في النهاية طبعا يعني لو عايز تعمل محتوى على اليوتيوب، فأنا أفضل إن أنت يبقى بتخلي بس الفيديوهات دي تساعدك. ممكن أنت تبقى الفويس أوفر بتاعها. تمام، تعمل زي نظام فيديوهات وكده، وأنت تتكلم بصوتك يعني. طب دي سؤال نصيحة. معلش اخير. اتفضل. طب انا دلوقتي اعمل فويس اوفر واكتب انا المحتوى. انا عايز اعمل انيميشن بقى او حاجات زي كده جرافيك يعني عليها الكلام، اعملها من انهي اداة برضو؟ يعني الكلام اللي أنا بقوله يظهر كشكل جرافيك او كده في الفيديو، فايه احسن اداة مثلا استخدمها؟ بص، هو معاك أدوات كتير يعني ممكن تظهر لك الكلام ده. معاك مثلا جيميناي جن اي اي، وكان معاك جروك، بس جروك قفلت دلوقتي. ومعاك برضو اللي هو جيميناي برو. معاك ادوات كتيره قوي في النقطه دي يعني. تمام. بس هي الفكره انه الادوات دلوقتي بقت خلاص منحصره. الادوات المجانيه بتندثر، مفيش ادوات مجانيه. اه، حصل. تمام. يعني مفيش معايا غير دي واحده. احنا ليه نقول الادوات؟ احنا ممكن نجرب. اوكي، دي واحده. هنكتب مع بعض كده كوين. دي واحده. لسه والله مجرب الاداه دي مع الشباب يعني من شويه، على كوبايلوت يعني، قصدي لطياره كده، حاجة لطيارة. أنا ممكن أوريك الأوبشن بس مش مشكلة. المهم إن هي تظهر عندك بالشكل ده. كوين دي أداة صينية، تقدر تعمل بيها 3 فيديوهات في اليوم، 5 ثواني كل فيديو، 5 ثواني، كل يوم بتتجدد طبعا. أنت بس بعد ما بتسجل الحساب بتاعك عليها، هتيجي هنا هتلاقي الشكل ده قدامك. تقدر تعمل بيها حاجات كتيرة قوي، زي الإيديت للفيديو، للصور، كل الكلام الرائع ده، والديب ريسيرش، والإيمج جنريشن. إحنا بالنسبة لنا المهم دلوقتي الفيديو جنريشن. هنضغط على الفيديو جنريشن، هيدخلنا على الصفحة وهو مختار الأوبشن بتاع الفيديو جنريشن. تظهر عندنا بالشكل ده. عندنا هنا السايز بتاع الفيديو نفسه، عايزه يبقى 9 و16 ولا 16 و9 زي يوتيوب مثلا، كل الكلام الجميل ده. عايز مثلا ممكن نقول له طبعا تقدر تكلمه بأي لغة، لأنه الحاجات دي بتبقى حاجة اسمها تكست جنريشن، زي شات جي بي تي وزي جيميناي وزي كلود وكده. تقدر تتكلمها بأي لغة. الكلام اللي بيتقال إنه ما ينفعش تتكلمها مش عارف غير بالإنجلش، مفيش الكلام ده.
ممكن اوريكم دلوقتي. في ناس اصلا يعني النهارده والله قالوا لي معلومات كده يعني. عايز اعمل مثلا فيديو، انا هوريكم بس يعني اللي هو التريكات، لكن احنا لو عايزين نفصل خلينا نفصل. ماشي. دي واحده. عايز اعمل مثلا فيديو عن التحول الرقمي في مصر. عن التحول الرقمي في مصر بيكون اللون الطاغي اخضر. تعامل مصور وجرافيك ديزاين. تمام، ممكن ندوس ارسال. هو كده بدأ يعمل الفيديو بتاعنا. بيحمل بقى والحوارات دي يعني. تمام. في حاجات كتيرة قوي لازم تبقى فاهمها في حتة إن أنت تكتب البروموت للأداة نفسها. طبعا لازم يعني تكتب حاجات كتيرة قوي، أنا بس حبيت أجيب جزء بسيط منها. أولا كده لازم تعرفه هو بيتعامل على أساس إيه، يعني هو إيه بالظبط. يعني أنا قلت له هنا كأنك مصور وجرافيك ديزاينر، هو كده مصور وجرافيك ديزاينر الاتنين مع بعض. تمام. وقلت له ان انا الحاجه اللي انا عايز اعمل فيديو عن التحول الرقمي في مصر. ويكون اللون الطاغي فيها، وانا غلطت برضو في الواو هنا. ويكون اللون الطاغي فيها اخضر. انت حددت له كده البوردر اللي المفروض يلعب فيه، اللي هو حته اللون الاخضر. تمام. حلو جدا. في حاجات تانية طبعا لازم كنت تقول له مثلا عايزه باللغة العامية المصرية، عايزه باللغة مش عارف ايه، وتكتب له الكلام اللي انت عايزه يقوله بالكلام ده بالتشكيل بالطريقة المصرية. يعني مثلا لو كلمة ما ينفعش احنا نقولها تمام، ما ينفعش ونشكلها. فاهم؟ بكلمكم بجد يعني، في ديتيلز كده لازم تعملها. تمام. وما تقولش مثلا لا ينفع، احنا هنطلعها لك بالطريقة المصرية وتأكد عليه فكرة الطريقة المصرية. عايز مثلا الفيديو ده يكون موجود في مكان معين، في حتة معينة، بطريقة معينة. تمام. مثلا أنا عايزه يبقى في قاعة وفي مثلا راجل كده يعني مسؤول مثلا في الدولة بيتكلم عن الموضوع ده. واللون الطاغي مثلا في الداشبورد أو الداتا شو الموجودة اللي هو اللون الأخضر وكده. حاجات كتيرة قوي لازم تفصلها في الحتة دي يعني. بس مش أكتر يعني. طبعا الأداة دي زي ما قلت لكم هي كوين 3.6. بس يعني المهم دلوقتي الريزولت ظهرت عندنا أهو. دي واحدة بس بتحمل الريزولت. التحول الرقمي في مصر مش مجرد تكنولوجيا، ده تغيير في طريقة التفكير. هو الفيديو بيقول، انا عارف ان انتم مش سامعين، الفيديو بيقول التحول الرقمي في مصر مش تكنولوجيا، ده طريقة التحول تفكير. الرقمي ده اللي البنت كانت بتقوله خلال الفيديو. ولو تلاحظوا يعني دي ملامح الناس اللي هي ايه، آه المصريين، يعني ملامح المصريين مش ملامح حد غريب. يعني لو تلاحظوا مثلا اهو هتلاقوا الملامح متقاربة يعني. والداتا شو هنا معمولة بالانجلش، والحاجات قصدي معمولة قصدي بالأخضر وكده. ونفس الكلام هنا في الحاجة اللي موجودة حوالينا كلها معمولة بالأخضر. حتى اللون بتاع الجدار اللي هناك ده معمول بالأخضر. اللابتوب أو التابلت الممسوك ده معمول بالأخضر. كل حاجة زي ما أنا اتكلمت وقلت إن أنا عايز اللون الأخضر يبقى طاغي، فهو عمل كده. فأنت لازم توصل له يعني النقطة اللي أنت عايزها بالظبط يعني. بس بقى حتى دي تقريبا باللون الأخضر، البنت لابسة لون أخضر على ما أعتقد يعني. تمام. حلو جدا. طب احنا ممكن دلوقتي مثلا نجرب، نحاول نجرب كده نشوف مثلا ازاي ممكن نعمل فيديو على كوين. تبحثوا على كوين على كروم وكده عشان ندخل على حاجة جديدة. أي حد عنده أي سؤال في النقطة دي يتكلم فيها.
انا جاي النهارده بس اعرفكم يعني الادوات المجانيه الخفيفه اللي ممكن تساعدكم، سواء انت كنت اي كونتنت كريتور، او كنت قصدي كونتنت كريتور ديجيتال ماركتنج شغال في المجال ده يعني. كنت شغال في مجال الديزاين وكده، برضه نفس الكلام يعني. آم، ممكن تجربوا، ولا مفيش امكانيه الداتا عندكم ما تسمحش، او في مشكله مثلا ما تسمحش؟ لو كده ممكن تجربوا يعني، انا منتظركم يعني. تدخلوا بس على جوجل او كروم. انا اصلا وفتحه من ايه؟ فاتحة من بدري وكتبت البرومت، بس هو باين بيقول ان بيعمل صور مش راضي يعمل فيديوهات. لا، هتلاقي عندك هنا الفيديو جنريشن. اهو بص، هتلاقي عندك هنا حتة الفيديو جنريشن اهو، كرييت فيديو، هتلاقيها موجودة عندك. انت على كروم صح؟ ايوه ايوه تمام لقيتها. تمام، هتدوسي كرييت فيديو، هتختاري بقى الكلام ده، وهتحاولي تعملي حاجة مشابهة للي احنا بنقوله. حد تاني هيجرب او حاجة؟ بجرب يا باشمهندس، وعمل معايا زي ما عمل معاها، فهعمل دلوقتي حضرتك قلته يعني، وهجربه. تمام، حلو جدا. احنا ممكن برضو نجرب نعمل حاجة تانية. تقريبا اخر فيديو ليا النهاردة هو الفيديو التالت ده، فاحنا ممكن نجرب يعني. آه ودي النتيجة. بصوا كده، احنا قلنا له ان احنا عايزك تكون مصور وتعمل فيديو معبر عن الحوكمة في مصر بطريقة إبداعية، واللون الذهبي يكون طاغي، ويكون الفيديو واقعي بعدسة واسعة. بصوا كده، اللون الذهبي هو اللي طاغي. انتوا ملاحظين؟ ممكن اهو نشغل الفيديو. التحول الرقمي مش بس تكنولوجيا، ده ثقة، شفافية، وخدمة واقعية. التحول الرقمي مش بس تكنولوجيا. هي بتقول ان التحول الرقمي مش بس تكنولوجيا، لا هو ثقة وشفافية ومش عارف وايه تاني كده. تمام، هو ده المعبر عن الفيديو. ده ثقة، شفافية، وخدمة واقعية. حد عمل حاجة وممكن حابب يشاركها معانا؟